أنا دكتور ياسر رضا، استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية وإصابات الملاعب. هنتكلم النهاردة على حاجة بتحصل كتير جدا للمرضى، وهو قطع الأوتار الدوارة في مفصل الكتف أو الروتيتور كاف تير. أول حاجة واحنا بنتكلم عن نسبة لازم نسأل دايما عن عمر المريض، لأن عمر المريض بيفرق جدا في نسبة حدوث المرض. لو كان عمر المريض أكتر من 60 سنة فنسبة حدوث قطع في الأوتار الدوارة في الكتف بتكون حوالي 30% من المرضى اللي بيعانوا من ألم في مفصل الكتف. أما لو كان عمر المريض أكتر من 70 سنة فنسبة حدوث قطع الأوتار الدوارة بتكون حوالي 70% من المرضى اللي بيعانوا من ألم في مفصل الكتف. ودي تعتبر نسبة إلى حد كبير مرتفعة في المرضى كبار السن لو المريض بيعاني من ألم في مفصل الكتف. وبالتالي احنا دايما بننصح الناس ان هو لو بيعاني من ألم في مفصل الكتف ما يفضلش مستني كتير، خصوصا لو هو كان كبير في السن، ولازم يروح يكشف علشان الموضوع ما يتطورش زي ما احنا هنشرح أثناء الفيديو من الأعراض والتشخيص وطرق العلاج والحاجات دي كلها. من أهم الحاجات اللي احنا لازم دايما نذكرها في أي مرض في جراحة العظام هو الريسك فاكتورز أو العوامل اللي هي ممكن تؤدي إلى حدوث المرض ده. من أهم الريسك فاكتورز في مرض قطع الأوتار الدوارة هو إن المريض يكون كبير في السن، يكون بيشرب سجاير، أو يكون عنده فاميلي هيستوري، إن هو مثلا كان عنده حد في عيلته حصل له قطع في الأوتار الدوارة قبل كده. كل الأسباب دي ممكن تؤدي إلى حدوث قطع في الأوتار الدوارة. وما ننساش دايما المرضين اللي احنا دايما بنقولهم في أمراض الكتف، ألا وهو مرض السكر ومرض الخمول بتاع الغدة الدرقية أو الهايبوثايروديزم.